عن يعني فقيدي يعني نورهان ونرجس وعلاء فقداء الاهلي والزمالك، وانا مش عايز طبعا اقول الموت لا في اهلي ولا في زمالك، يعني في انسانيه وفي ناس اهالينا وفي اخواتنا، وربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم ويعني يعوضهم خير ويجعل اخر الاحزان عليهم يا رب. اللهم امين يا رب. يا استاذ احمد، وعايز ده يكون بدايه كلامي مع حضرتك، هل في اي تحرك من قبل اداره الزمالك مع اهل علاء العطار؟ ان شاء الله يا فندم، يعني خلال ايام بسيطه يعني معدوده هيعلن ايه اللي ممكن يتعمل ان شاء الله مع اهل علاء العطار. وعلاء يعني من المشجعين اللي يعني الناس اللي عايز اقول ايه معجونين بحب الزمالك، يعني راجل ما كانش بيفوت مباراه للزمالك. ويمكن ده هيبان من حزن روابط المشجعين عليه وعلى قد ايه كان مؤثر وكان عنده حماس وربنا يرحمه ويصبر اهله باذن الله. اللهم امين يا رب. ناخد من الجزئيه بتاعت علاء، وان شاء الله نتابع مع حضرتك الايام القادمه ونشوف ايه اللي اتعمل مع علاء باذن الله، عشان نحاول نكون موجودين مع اهله يعني. فيما يخص موقف الزمالك النهارده، موقع تذكرتي نزل فتح باب الحجز الماتش الاهلي والزمالك. موقف الزمالك من ماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاثاء القادم بمشيئه الله. موقف الزمالك كما هو زي ما ذكر نصا في البيان الاول، ولم يتغير قيد انمله، يعني زي ما بنقولها باللغه العربيه. الموقف كما هو. الزمالك اضطر تلقي موقف لجنه المسابقات او لجنه التحكيم من الحكام والغندور وما حدث من كوارث تحكيميه في مباراه الزمالك. ثانيا نفس المطالب، يعني انا مش عايز اعيد حاجه اتقالت، ولكن هي نفس المطالب، والمطالب الخاصه بجدول الدوري وعدم لعب اي مباراه من مباريات الدور الثاني قبل استيفاء وتكمله مباريات الدور الاول لجميع الفرق. والموضوع بس عايز اعلق انه ملوش اي علاقه بالنادي الاهلي ولا مباراه النادي الاهلي، يعني يوم الثلاث ده لو كان ماتش الاسماعيلي، ماتش حد سكندري، اي فريق كان هيبقى قرار من نادي الزمالك كما هو، مش اي تغيير. طيب التوقيت، يعني البعض بيتساءل بيقول ان موضوع الماتشات المؤجله واللخبطه اللي موجوده في الجدول موجوده من فتره، اشمعنى الزمالك اختار التوقيت ده تحديدا بعد لقاء المصري؟ وهل النتيجه كان ليها سبب او يد في هذا القرار او هذا البيان؟ لا، هو يعني بص، هو المنظومه كلها فيها مشاكل كتير جدا، فعارف لما تيجي أسنة ظهر البعير يعني زي ما بنقول. موضوع التحكيم وموضوع تلاحق المباريات بشكل مكثف جدا وترتيب المباريات الصعبه والسهله الفرق دون فرق ثانيه او بشكل مش مفهوم حتى ومش مفسر ومش مبرر. ولغايه دلوقتي مفيش اي تبرير ليه. يعني ايه الفكره ان فريق يبقى عنده مباريات سهله مع فرق مؤخره الجدول، وفريق تاني يبقى عنده مباريات مع فرق القمه ولعبوا اول دور اول ودور تاني، وانا ما لعبتش مثلا الفريق الضعيف ده ولا دور اول ولا دور تاني او العكس. يعني الترتيب ده وراه ايه؟ هل هو وراه مثلا قرعه اتعملت؟ لا، هي القرعه الاولانيه خالص اللي اتعملت قبل الدوري ليس لها اي علاقه باللي بيحصل دلوقتي. طب ليه؟ يعني الطبيعي انت اجلت مباريات لظروف مشاركات خارجيه تلعبها في نفس الترتيب. ما تقعدش تختار ماتشات من الدور الثاني وتلعبها قبل ماتشات الاول ده. ثانيا فكره ترويج فكره ان الدوري المصري. استاذ احمد معلش استاذنك بس صوتك قطع، لو يعني تتواجد في المكان اللي انت كنت لسه موجود فيه عشان الصوت كان تمام دلوقتي. بس فبقول لك ان هو دي اول ملحوظه، فكره ان يعني زادت الاخطاء جدا جدا التحكيميه والتنظيميه لدرجه لا يمكن تحملها ومفيش تفسير ليه. عارف لو في تفسير مقنع ممكن نرتضي بيه، لكن هو فعلا مفيش تفسير. ثانيا فكره ترويج فكره ان يعني النهارده مثلا موقف برضه تاني جديد مش مفهوم. لجنه الحكام عينت الحكم محمود البنا والغندور لاداره مباراه، وقيل ان بيريرا قال ان هو بيدعمهم عشان دول حكام دوليين. في حين ان هو نفسه في يوم 17 مارس اللي فات وقف الحكم محمود البنا لاخطاء بسيطه جدا وساذجه جدا وسهله جدا في مباراه البنك الاهلي والاهلي اللي خسر فيها الاهلي 4-3. طب انهي اولى كنت توقفه في خطا فادح زي خطا مباراه الزمالك والمصري، ولا تدعمه في ده وتوقفه في اخطاء لا تذكر في مباراه سابقه؟ برضه مواقف مش مبرره. يعني يا ريت برضه هو يجاوب علينا ويبرر لنا ايه ليه بيدعموا النهارده وليه وقفوا قبل كده. تمام. وبعدين كون ان عندك حكم فار ما طلبش او ما استدعاش الحكم الساحه عشان يتناقش معاه في الكوره عدت خط المرمى او لا. طب بلاش كده. طب هو ما عندوش فكره ان القانون بيقول اللعيبه اللي بتدخل منطقه الجزاء في ضربه الجزاء انها لازم تتعد. فان كان يعلم فهي مصيبه، وان كان لا يعلم فهي مصيبه اكبر. يعني لو يعلم وهو يعني تعمد ده تبقى مصيبه.
ايوه. ولو ما تعمدش وجات معاه كده، او يعني هو اسفل تطبيق القانون ويبقى حكم دولي، تبقى برضه مصيبه ثانيه. ايوه. فالامور فيها يعني تساؤلات كتير. كل اللي بيطلبه نادي الزمالك مش اثاره المشاكل ولا تحدي ولا الكلام ده خالص. كل المطلوب هو رد على مجموعه تساؤلات بشان التحكيم وبشان التنظيم، واعتقد انها تساؤلات منطقيه جدا واتكررت في سنين سابقه. يعني الناس اللي بتنتقد النهارده، مش الزمالك مش اول فريق يطلب ان الحكم يتحاسب. لا، حصل كتير قبل كده، وحكام اتوقفت قبل كده الاخطاء اقل من دي. ايوه. ومش الزمالك الفريق اللي اول مره يطلب ان هو ما يلعبش مباريات غير لما المنافسين يلعبوا مباريات مؤجله. لا، حصلت من الاهلي في 2017 2019، وده كان حق الاهلي وقتها وهو حق الزمالك النهارده. فبلاش نوعي ان الزمالك بيصنع مشاكل، لا خالص. كل المطلوب لو سمحتم جاوبونا على مجموعه التساؤلات المنطقيه البسيطه جدا بشان التنظيم والتحكيم. طيب نخرج من الجزئيه دي، نروح لجزئيه مرتبطه وهي عقوبات. النهارده شفنا لجنه المسابقات حولت الامر برمته الى لجنه الانضباط. هل في اي تعليق من جانب نادي الزمالك بشكل رسمي على الموضوع ده؟ لا، لسه حتى الان لم يصدر شيء رسمي طبعا بشان الموضوع ده، لكن يعني هيصدر برضه، لان برضه امر غريب جدا انك تسيب الحدث اللي ابرز في المباراه، هدف صحيح ملغي وضربه جزاء كانت ممكن تغير نتيجه المباراه، وانذارات بلا اي داعي، وتتجاوز عن كل ده. وكل ما لفت نظرك موقف على الخط ما بين مدير فني وما بين حكم رابع، برضه امر برضه يثير علامات استفهام كتير جدا. نروح لجزئيه اخرى ليها علاقه بالتواصل. هل حصل تواصل من رابطه الانديه فيما يخص حل الامور وان نادي الزمالك يلعب ماتش يوم الثلاث؟ لا، رسميا حتى الان مفيش اي رد ولا اي تواصل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. بيان عاجل ورسمي من المتحدث الرسمي لمجلس اداره نادي الزمالك: الزمالك ثابت على موقفه، الزمالك لن يلعب مباراه القمه، الاهلي بشطرف، ولسه الزمالك ما درس عقوبه لجنه الانضباط لجوزيه جوميز. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.